مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. كشفت المحاميه وفاء الشاذلي على صفحتها الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ملف موثق بالتفقديه العامه بوزاره العدل حسب التصريحات موثقه من مسؤول قضائي رفيع المستوى بتاريخ نوفمبر 2018. وقع اجتماع بمنزل الغنوشي حضره كل من بشير العكرمي وكيل الجمهوريه بتونس انذاك وعميد قضاة التحقيق وابو زاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومليكه المزاري رئيس المجلس العدلي وثله من القضاة الموالين للنهضه من بينهم انس الحميدي رئيس جمعيه القضاة. وتم عرض الحركه القضائيه على راشد الغنوشي الذي ابدى رايه فيها، كما اعطى هذا الاخير تعليماته بالافراج عن بعض الموقوفين في قضايا الارهاب وحفظ الشكايات المتعلقه بالفساد المالي لبعض الاشخاص، وكل ما دار بهذا الاجتماع موثق بالتسجيلات. كما قاعدين تسمعوا هذا كشفت لنا اليوم الاستاذه وفاء الشاذلي انه ملف موثق بالتفقديه العامه بوزاره العدل حاليا موجود حسب تصريحات موثقه من مسؤول قضائي رفيع المستوى. معناها كما قالت الأستاذة وفاء الشاذلي في آخر التدوينة، قالت سلموا لي على استقلال القضاء. معناها نشوف شنو قاعد يصير من قبل له راجل الغنوشي. مع ثم تسجيلات كل شيء واضح انه راجل الغنوشي من قبل قاعد يتحكم في القضاء، وثم ارهابيين معناها خرجوا في حالة سراح، وثم دوسيات نتاع فساد مالي بعض الاشخاص تم التستر عليها. معناها انتم هنا تفهموا كل شيء. برافو يعطيها الصحه الاستاذه وفاء الشاذلي على المعلومات هذه. قلنا خلينا نفيدوا بها الشعب التونسي، ما ثماش علاش. حاسين الكلمه الاخرى عندكم انتم لو كان تحبوا تعلقوا، خاطر ديما تعرفوا حركه النهضه ديما خطاها وديما غالطين في حقها، وثم تسجيلات. ما فهمتش انا تو القضاء علاش ما خذا حتى خطوه وعلاش ما حطهمش في الحبس. ها وقلت لك معناها راجل الغنوشي هو في الاجتماع هذا، ومعناها هو اللي عامل الاجتماع هذا، هو اللي يعطي التعليمات وكان يتحكم في القضاء، ونورمال ما هو يتعاقب هو واللي معاه في الفتره هذيك. ما فهمتش شبيه تو ان القضاء ما خذا حتى خطوه في حق العباد هذوما اللي غلطوا في حق العباد. وبار دوسيات معناها اللي حكينا فيها من الفتره اللي فاتت، معناها 3 ايام ولا 4 ايام، نتاع التعويضات اللي ماخذينها 2000 مليار و3000 مليار، تو ما تحاسب حتى حد، ما نعرفش علاش. ان شاء الله في الايامات القريبه العاجل نسمعوا خبير باهي ثم عباد توقفت من العباد هذوما اللي نهبوها البلاد وجاوعوا العباد وقال شنو تونس هذاك، هاو تونس قاعده تعاني وصندوق النقد الدولي وما نعرفش شنو، هم فلوس قاعدين يقسموا فيها. حاسين ما نطولش عليكم برشا كلام والوقت ما يكفيناش. كلمه الاخر عندكم انتم لو كان تحبوا تعلقوا في مخص الكلام اللي قالته الاستاذه وفاء الشاذلي وكشفت لنا من الاخر شنو اللي قاعد يصير. وان شاء الله القضاء معناها ياخذ مجرى كما قلنا في العباد هذوما اللي غلطوا في حق الشعب وحق البلاد. والكلمه الاخرى عندكم انتم بالطبيعه لو كان تحبوا تعلقوا. هكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.